نروح بقى لحكاية الأوطان البديلة. في الجزئية دي هنرجع لعلم تاريخ الدول والعلاقات الدولية. هل تعلم يا عزيزي ان في الوقت اللي كان بيتم فيه النزوح اليهودي من العالم كله لفلسطين، كانت الدولة العثمانية بتنقل عائلات فلسطينية بأكملها إلى أمريكا اللاتينية علشان بس مواليد برج كنز البيبسي اللي بيدافعوا قوي عن السلطان عبد الحميد كعب الغزال بتاعهم ده، أقسم بالله دول أجهل من الدبة. اسمع مني بقى فكرة الأوطان البديلة. الفكرة هي فكرة صهيونية بامتياز. ما كانش ينفع يبقى في كثافة سكانية في فلسطين، لأن ده هيشكل خطورة على المشروع الصهيوني، وكمان الكثافة السكانية هتشكل ضغط على الموارد، وده غير متناسب مع قيام دولة. وده خلى الدولة العثمانية تفتعل الاضطهادات لعائلات بيت لحم وبيت سحور وبيت جالة، وبعدها بيظهر سمسار الهجرة اللي بيوفر لهم جوازات سفر عثمانية. جواز السفر وقتها كان عبارة عن وثيقة أو خطاب توصية موقع من أحد الأثرياء بخروج حاملها من الأراضي العثمانية، ثم تطور للشكل الدفتري الحالي سنة 1920 واتعمم بعد كده. سمسار الهجرة ده بقى كان بياخد منهم فلوس ويسلمهم خطابات التوصية ويساعدهم في الوصول لحيفا لركوب البحر إلى أمريكا اللاتينية، وبعدين يستقروا هناك. وكل دول أمريكا اللاتينية فيها لوس توركوس المكون من الفلسطينيين واللبنانيين. مش معناها فعلا إنهم أتراك، لكن بيشمل الأشخاص اللي دخلوا إلى تلك البلاد باستخدام جوازات عثمانية. وفي الوقت ده الإمبراطورية العثمانية كانت تشمل أراضي في منطقة الشام، فلسطين، لبنان، سوريا. ولما الناس من البلدان دي هاجروا استخدموا جوازات عثمانية، وده اللي خلاهم يسموا بالأتراك في الأوساط اللاتينية، واللي منهم عائلات زي نجيب بوكيلا رئيس السلفادور، والرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، وأنطونيو سقا، وكارلوس فقوسة، وأخيرا رئيس هندراوس اللي ترامب استقتل على إنجاحه عافية لدرجة إنه هدد هندراوس بضربة عسكرية لو ما نجحتش نصر عصفورة الفلسطيني. الشيء الغريب بقى لأي حد بيشوف أو يسمع الكلام ده هو إزاي ولاء الرؤساء دول كلهم لإسرائيل وكلهم من أصل فلسطيني. نجيب بوكيلا من أشد المدافعين عن إسرائيل، وصوت في كل جلسات الأمم المتحدة ضد وقف إطلاق النار في غزة، وإن ما تفعله إسرائيل هو حرب أخلاقية وليست إبادة. أما أنطونيو سقا كان حليف لإسرائيل جوه الأمم المتحدة، وكان مخصص جزء من موازنة دولته لدعم جيش الاحتلال. خوسيه مولينو ما بيدفعش إسرائيل ولا سنت رسوم مرور من قناة بنما من أول 7 أكتوبر تضامن إنساني معاهم. أما نصر عصفورة اليد اليمنى للرئيس السابق خوان هرنانديز، واللي نقل السفارة للقدس بعد تهويدها، وهو اللي ألقى خطاب اعتراف هندراوس بأن القدس عاصمة إسرائيل. وطول فترة رئاسته للحزب كان بيخوض اتفاقيات شراكة مع إسرائيل اقتصادية وسياحية وأمنيا كمان، وصاحب مقولة إن إسرائيل أشرف دول المنطقة، وده على سبيل المثال وليس الحصر.